السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا أبطال الله مقاتلين تانية سنة أصلا. ازيكم يا أبطال؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. طبعا دلوقتي حمادة قاعد بيفكر يعمل إيه في الفقه والرياضة البحتة، ولو هو أدبي فكر يعمل إيه في الفقه والعربي. ذلك لأن حمادة كان طوال شهر رمضان نقول له ذاكر ولا يذاكر، لأن رمضان شهر عبادة، وأصلا حمادة كان بيصلي نص التراويح ويروح ينام أو يعمل حاجة تانية. وبرضه كان في العيد بياكل كحك العيد، فالدنيا باظت منه ومش عايزين الاسلوب دوت. انا طالع ايه اضغط على الجرح، ولكن برضه اقول لك لسه في وقت، وكرم ربنا اللي لسه موجود، وان شاء الله نكون سبب في ان حماده يقفل فقه الرياضه بحته، ولو هو ادبي يقفل فقه والعربي. وذلك لان كميه الرسائل وكميه التعليقات اللي جات لي منكم الفيديو اللي فات والله سعيده جدا. التعليقات يعني سعيده ومبهجه، وانا سعيد جدا بحاجه زي كده. ولذلك برضو هنطلع كل ليله والادبي معانا، عشان الناس اللي كانت بتقول فين الادب معانا، نظرا لان الادب دول مشايخنا حبايبي. وبرضو كل ليله هنطلع نوضح لك تعمل ايه حماده في فيديو مختصر. الفيديو دوت هو اللي هيطول وهيكون دسم عشان هوضح لك خريطه كامله. بس قبل ما نبدا تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، شير الفيديو لكل اصحابك، ده تقديرا لتعبنا والله. الفيديو ده عشان يطلع لك بيطلع عليه تعب لا تتصور، وخصوصا انها في فتره امتحانات زيك يا حماده، عشان الناس اللي بتقول ده مدرس زي الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله نكون سبب في ان حماده يعمل كل اللي نفسه فيه ويعدي هذه المرحله على خير، ونلقاكم في ثالثه سنه. يلا بينا نبدا بالفقه والرياضه البحته. نبدا بالفقه. نعمل ايه في الفقه؟ اقول لك الفقه دوت هي ماده غريبه. اقول لك ليه غريبه؟ لان انت ممكن تذاكر الكتاب كله ويجي لك اسئله كده ايه خبيثه، اسئله من اللي هي بتخليك تشد في شعرك في الامتحان، اسئله يخليك يعني تكره حاجه اسمها فقه، وتكره حاجه اسمها فقه وانت داخل ثالثه. شيء معصب جدا. ولذلك برضه جينا بالمفاجاه الاكبر، الا وهي البرشام. بس هنقول عنها تفاصيل اكتر في نهايه الفيديو. نبدا برقم واحد. انت 1-0 في الفقه معانا، واحد نص بعون الله هتلاقي الخلاصه كامله، واحد لسه يعني توب مخلص كل اللي يتخلص وخلاص مش لاقي حاجه يعمل. وده طبعا مش انا ولا انت، وما اعتقدش هتلاقي حد كده. لو في حد كده يكتب لنا التعليقات، واي حد بقى يكتب لنا مستوى تحت. تمام. نبدا بالفقه. اقول لك عندك مراجعتين ما تاخدش بعدهم. اول حاجه مراجعه مستر السيد المنسي، هتلاقي بقى اي مراجعه، فقه شافعي هتلاقي، فقه حنفي هتلاقي، فقه مالكي هتلاقي. رقم 2 مراجعه مستر عبد الوهاب حجازي. الاثنين زي الفل، والاثنين كده تاخدهم باكج ينقصهم البرشامه هقولها لك في اخر الفيديو. الاثنين هتاخدهم مراجعه مستر سيد المنسي 29 دقيقه، تسمع 29 دقيقه لا تكتب ولا تعمل اي حاجه. 29 دقيقه تخلصهم، شويه فشار جنبك تخلصهم، تقعد بقى تشوف هتعمل ايه في الرياضه، لان الرياضه هقول لك الخلاصه ما تقلقش. ومستر عبد الوهاب حجازي تخلص ال 40 دقيقه زي الفل انت كده برنس كده على المظبوط. تمام. نيجي بقى للرياضه وعقده الملايين هي والانجليزي. ولكن صديقي العزيز، احنا بنتكلم عن الرياضه اللي 3/4 طلبه الازهر ما بيخشوش علمي عشان الرياضه، مع انها سهله جدا. صراحه كانت سهله، لكن اليومين دول من ساعه ما بقى في رياضه بحته بقت شيء معصب جدا. ولذلك هقول لك تعمل ايه خلاصه، يعني عن تجربه وعن نظر وتدوير في اعماق اليوتيوب. الرياضه البحته هتعمل فيها الاتي: تسمع مراجعه مستر احمد فتح الله في مراجعه تفاضل التكامل، وفي مراجعه لحساب المثلثات. ده رقم واحد، تسمعهم كده وانت قاعد وتتمعن فيهم، ويكون بتركيز وتطبق. رياضه لازم تطبق. تمام. برضو هينقصك حل السنوات السابقه. طبعا مش محتاج اكد لك ان امتحان الرياضه 3/4 سنوات سابقه، 3/4 وان ما كانش 90% كمان، فلازم تحل سنوات سابقه. وعشان كده ما اقدرش اسيبك حبيب قلبي. عندك مستر محمود ابو زيد السنه اللي فاتت عايزها اوكي، السنه اللي لسه هتتصور وقال هيبقى في ليله امتحان اوكي برضه. تمام. ينقصنا شيء في الفقه نسينا نقوله، الا وهو ادبي علمي هتحليه امتحانات سابقه. ادبي علمي ايه؟ هتحليه امتحانات سابقه. هتقول لي ممكن ما يجيش من الامتحانات السابقه، اقول لك ده وانا تحتي البرشامه. برشامه زي ديت طبعا ديت بتاعت نحو. تمام. ده الفقه والله لسه ما طبعتها.
ديت بتاعتنا. انت هتلاقي برشامة الفقه زي دي، ورقة واحدة، تنظيم ألوان، تنظيم أفكار، أسهم، شغل فاخر من الآخر، شغل بفضل الله أعلى جودة. ويا سلام يا سلام صديقي لو طبعتها ليزر، تحس إن أنت قاعد كده في كوكب زحل وليس في كوكب الأرض. حبايبنا طلبة الأدبي، ألا وهو مراجعة العروض والقافية. عندك اتنين برضه، مستر أحمد المفيد، هتلاقي مراجعة 40 دقيقة تعملها كده، تروح الامتحان تحط ايدك تبصمج تطلع تنام تشوف اللي بعده. تاني حاجه مراجعه مستر سعيد الفي، الاثنين توب التوب، ما اقدرش افضل لك دي على دي. وبرده مراجعه مستر سعيد مفصله اكتر للناس اللي بتحب السنس، الناس اللي هي دايما قلقانه كده. تمام. نيجي بقى للمفاجاه اللي قلنا عليها، الا وهي البرشامه. برشامه عشان تحصل عليها وايه المميزات بتاعتها. دلوقتي انا حاليا فقه ورياضه بحته، تمام. عشان اني اقعد امسك الفقه واقعد اقرا فيه طول ليله الامتحان، هروح الصبح مش عارف احل في الرياضه بحت. ولذلك كله في بوستر واحد كده، برشامه تاخدها تذاكرها في ربع ساعه تلت ساعه قراءه، مش عايز منك غير قراءه. وقبل اللجنه قراءه وانت رايح المواصلات كده ايه، بص عليه مش هتخسر حاجه. لكن ما تخشش بيها اللجنه، ما تخشش بيها اللجنه، انا بقول تاني، تمام. مذكره ثمنها كام؟ 20 جنيه. ما اهميتها؟ نتقابل بعد اللجنه وتقول لي الامتحان طلع منها ولا ما طلعش. تمام صديقي العزيز. بس كده حابب بس انبه على كام حاجه قبل ما نختم الفيديو. رقم واحد، الصلاه الصلاه الصلاه. اوعى تكون مضيع صلاه سواء في ايام الامتحانات او فيما بعد الامتحانات الى ان تموت. رقم اتنين، تكون واثق في ربنا انه لن يخذلك ولن يضيع تعبك مهما حاولت ومهما فشلت. ارجع لربنا والله لن تندم. والله كل هذه الدوشه اللي في حياتك ركعتين تخلص الدنيا دي كلها. كل الموضوع تذلل الى ربنا سبحانه وتعالى وقول له يا رب انا عبدك، خلصت من الموضوع، تمام. رقم ثلاثة، اعلم ان الله يعاملنا برحمته ولا يعاملنا بعدله، ولو عاملنا بعدله ما استحققنا شيء. مش هقول كلام شيوخ كتير، ولكن هذا كل ما اريد ان اقوله. وبالمناسبه عروض وقافيه، لو انت عروض وقافيه عايز مذكره العروض، المذكره بتاعت اخونا عبد الحميد، مذكره مدشمله العروض خالص، يعني كل هتاخدها كده تعمل كده تروح الامتحان حط كده تطلع زي الفل، تمام. وختاما اريد تفعيل هذا في التعليقات، الا وهو ميد لديكم لا خوف عليكم. عايزين نفعل الهاشتاج ده رجاله عشان نكون معاكم طوال ليالي الامتحان ان شاء الله. ومبسوط جدا بالدعم بتاعكم والله، وحقيقي افتخر بان ليا اخوات زي كده. بس كده صديقي العزيز، قوم شوف اللي وراك وشوف هتعمل ايه وبطل مرقعه.